ساءت، نصفنا مات، أنا وحدي الآن. لو وجدتم هذه الرسالة اعلموا أن الشر أتى لنا من البحر والسماء، لا تعودوا هنا أبداً. التاريخ مليان ألغاز، حاجات حصلت من مئات السنين ولسه محدش قدر يلاقي لها تفسير واضح. منها قصص عن سفن اختفت في البحر، ومنها مدن مهجورة محدش عارف ايه اللي حصل لأهلها، وحتى حضارات كاملة اختفت بدون أي أثر. لكن في لغز واحد تحديدا بقاله أكتر من 400 سنة والعلماء لحد النهاردة مش قادرين يفسروه. لغز مستعمرة كاملة اختفت في ظروف غامضة، سابت وراها سؤال واحد بس: هم راحوا فين؟ الموضوع بدأ في أواخر القرن السادس عشر لما مجموعة من المستكشفين الإنجليز قرروا يبنوا مستعمرة جديدة في العالم الجديد اللي هو العالم الغربي، يعني في مكان بعيد عن إنجلترا على جزيرة اسمها رونوك، واللي بقت النهاردة ولاية كارولاينا الشمالية. المستوطنين سافروا وبنوا بيوتهم وبدأوا حياتهم الجديدة، لكن بعد 3 سنين لما القائد بتاعهم رجع من إنجلترا لقى كل حاجة اختفت. مفيش أي أثر للسكان، مفيش أي جثث أو أي علامة تدل إن حصل أي معركة أو هجوم، كأنهم اتبخروا في الهواء. الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة كانت كلمة محفورة على شجرة: كرواتوان. ومن هنا بدأ الحوار كله. إيه اللي حصل للمستوطنين؟ ليه اختفوا فجأة؟ وليه مفيش أي أثر يدل على اللي حصل ليهم؟ هل انضموا لقبائل السكان الأصليين ولا حصل لهم حاجة أسوأ بكتير؟ في الفيديو ده هنرجع مع بعض بالزمن شوية، هنعيش القصة من أولها وهنحاول نكتشف مع بعض الحقيقة اللي محدش فاهمها لحد النهاردة. في سنة 1585 في عز التنافس بين القوى الأوروبية على استعمار الأراضي الجديدة، إنجلترا قررت تثبت وجودها في العالم الجديد. الملكة إليزابيث الأولى أمرت بإنشاء مستعمرة في أمريكا الشمالية تكون قاعدة لإنجلترا ضد الإسبان، والاختيار وقع على جزيرة رونوك اللي موقعها كان استراتيجي جدا، محاطة بالمياه من كل الجهات وكمان سهلة الدفاع في حال حصل أي هجوم. البعثة الأولى اللي راحت هناك كانت بقيادة السير رالف لين، لكن الأمور مش مشيت زي ما كانوا متوقعين. السكان الأصليين أو قبائل الألجونكوين كانوا في الأول متعاونين، لكن مع الوقت التوتر زاد بينهم وبين المستوطنين الإنجليز. حصلت مشاحنات، نقص في الإمدادات، والمستعمرة الأولانية فشلت والإنجليز اضطروا يرجعوا لإنجلترا. لكن القصة ما انتهتش هنا، لأن سنة 1587 قرر مستكشف اسمه جون وايت إنه يرجع للجزيرة ومعاه أكتر من 100 مستوطن، بينهم رجالة وستات وحتى أطفال. كان هدفهم إنشاء مستعمرة دائمة في العالم الجديد. المكان كان خطر، لكنهم كانوا مصممين في إنهم يبنوا المستعمرة. بمجرد ما نزلوا الجزيرة اكتشفوا حاجة غريبة: المستوطنة اللي كانت موجودة قبل كده اختفت بالكامل. مفيش بيوت، مفيش آثار للحياة، كل حاجة اتمسحت كأنها ما كانتش موجودة أصلا. لكن شون وايت واللي معاه ما كانوش قدامهم اختيار غير إنهم يكملوا، فبنوا مستوطنة جديدة وبدأوا يزرعوا ويجهزوا حياتهم في المكان ده. لكن من أول يوم كانوا حاسين بحاجة غلط. الجزيرة كانت هادية بزيادة، الطيور اللي المفروض تملى المكان مش موجودة، الجو كان كئيب وكأن في حاجة بتراقبهم. الأسبوع الأول عدى بصعوبة والأمور كانت بتزداد غرابة يوم بعد يوم. اختفاءات صغيرة بدأت تحصل، أدوات بتختفي من غير سبب، حيوانات مذبوحة قدام البيوت من غير أي أثر للي عمل كده. وبعدها بدأ المستوطنين نفسهم يختفوا واحد ورا التاني. في البداية كانوا فاكرين إن السكان الأصليين هم السبب، لكن لما حاولوا يدوروا على أي دليل لهجوم ما لقوش أي حاجة. وفي يوم من الأيام واحد من الحراس اللي بيحرسوا المستعمرة سمع صوت غريب جاي من الغابة، راح يشوف إيه اللي بيحصل لكنه مرجعش تاني. لكن بعدها بكام يوم الأصوات بقت أوضح، في حد بيتحرك وسط الأشجار، وكان فيه أصوات خطوات سريعة وهمسات مش مفهومة. في كل ليلة واحد من المستوطنين بيختفي. لكن بعد شهرين من وصولهم الوضع بقى لا يحتمل. جون وايت قرر إنه لازم يرجع لإنجلترا علشان يجيب إمدادات. ساب عيلته والمستوطنين وقالهم إنه هيرجع بسرعة. كانوا خايفين لكن ما كانش فيه حل تاني. اللي ما كانش يعرفه جون وايت إنه ده أسوأ قرار هياخده في حياته. بعد 3 سنين وأخيرا قدر جون وايت يرجع للجزيرة،
السفينة وصلت عند الشاطئ، هو نزل بسرعة وهو متحمس يشوف عيلته والمستوطنين. لكن أول ما وصل للمدخل بتاع المستعمرة، هنا كانت الصدمة. المستعمرة كلها اختفت، كل البيوت، كل الناس، حتى الأدوات ملهاش أي أثر. الجزيرة كانت فاضية تماما، كأنها عمرها ما كانت مأهولة. لكن وسط كل ده كان فيها حاجة واحدة بس غريبة لاحظها تشون، كلمة محفورة على شجرة عند مدخل المستعمرة، كرواتوان. تشون وايت ما كانش فاهم معناها. الكلمة دي اسم جزيرة تانية قريبة من رونوك، كان فيها سكان أصليين متحالفين مع الإنجليز. هل المستوطنين راحوا هناك؟ هل هربوا؟ تشون اتحرك بسرعة هو ورجاله ناحية الجزيرة التانية، لكن قبل ما يوصلوا ظهرت عاصفة ضخمة ضربت السفينة وخلته يرجع لإنجلترا غصب عنه، ومرجعش تاني بعدها أبدا. ومن اليوم ده محدش عرف إيه اللي حصل لسكان المستعمرة. الجزيرة فضلت مهجورة، وكل اللي حاولوا يقربوا منها كانوا بيحصلهم حاجات غريبة. وفي نظريات كتير اتقالت عنهم، لكن لسه محدش متأكد من إيه اللي حصل. بعد اختفاء المستعمرة، الأخبار انتشرت في إنجلترا، والناس بدأت تتكلم عن لعنة الجزيرة. لكن رغم كل ده، الملكة إليزابيث والحكومة ما كانوش مهتمين قوي باللي حصل، لأن إنجلترا كانت مشغولة في الحرب ضد إسبانيا. لكن في ناس ما قدرتش تتجاهل اللي حصل، ومنهم المستكشفين والبحارة وحتى العلماء اللي بدأوا يحاولوا يفهموا إيه اللي حصل هناك. في سنة 1607، بعد أكتر من 17 سنة على اختفاء المستوطنة، وصل مستكشفين جدد لقارة أمريكا الشمالية. الإنجليز بدأوا يأسسوا مستعمرة جديدة في جيمستاون، وكانوا بيسمعوا إشاعات غريبة من السكان الأصليين. بعض القبائل كانت بتتكلم عن ناس بشرتهم بيضة وصلوا ليهم من البحر وعاشوا فترة وسطهم، وبعدها اختفوا تاني. لكن الأغرب من كده إن بعض الأطفال في القبائل دي كانت بشرتهم فاتحة وعينيهم ملونة، مش زي باقي أفراد القبيلة. هل ممكن يكون بعض المستوطنين من رونوك هربوا وعاشوا وسط القبائل دي؟ دي كانت أول نظرية، لكنها ما كانتش الأخيرة. لأن في سنة 1701 واحد من المؤرخين اسمه جون لوسون راح يزور جزيرة كرواتوان اللي كان محفور اسمها على الشجرة في مستعمرة رونوك. السكان الأصليين هناك كانوا مختلفين عن باقي القبائل، وكان عندهم كلمات إنجليزية في لغتهم، وملامح بعضهم كانت قريبة جدا من الأوروبيين. هل ده معناه أن المستوطنين اللي كانوا في رونوك اندمجوا مع القبيلة؟ لكن لو كان ده صحيح، ليه سابوا كل حاجة فجأة؟ وليه ما كتبوش رسالة أو يسيبوا أي دليل واضح؟ لكن كان في حاجة تانية أغرب. في كل مرة كان المستكشفين بيسألوا السكان الأصليين عن مستوطني رونوك، كانوا بيتوتروا وبيتجنبوا الكلام عنهم، وكأن في سر لكن محدش عاوز يتكلم عنه. وفي سنة 1937 عالم آثار أمريكي اسمه لويس هامilton بدأ يبحث في جزيرة رونوك عن أي أدلة جديدة. وبعد شهور من البحث لقى حجر غريب منقوش عليه كلام بلغة إنجليزية قديمة. النقوش دي كانت أشبه برسالة استغاثة. الرسالة كان مكتوب فيها: الأمور ساءت، نصفنا مات، أنا وحدي الآن. لو وجدتم هذه الرسالة اعلموا أن الشر أتى لنا من البحر والسماء، لا تعودوا هنا أبدا. وكانت موقعها باسم إليانور وايت بنت جون وايت نفسه. لو كانت الرسالة دي حقيقية، ده معناه إن المستوطنة ما انهارتش بسبب الحرب مع القبائل، لكن بسبب حاجة أفظع. لكن العلماء اللي حللوا الحجر ده انقسموا لفريقين، بعضهم قال إن الحجر ده مزيف، والبعض التاني قال إنه حقيقي، ومحدش عارف الحقيقة لغاية النهاردة. الاختفاء الغامض ده بقى جزء من الفلكلور الأمريكي، وبدأت تطلع نظريات تانية تحاول تفسر اللي حصل. في ناس قالت إن المستوطنين هربوا بعد ما حصلت مجاعة وراحوا لقبائل السكان الأصليين وعاشوا معاهم. وفي نظرية تانية بتقول إنهم اتعرضوا لهجوم من الإسبان، لأن في الوقت ده كان في صراع كبير بين إنجلترا وإسبانيا على الأراضي الجديدة. لكن أغرب نظرية على الإطلاق كانت بتقول إن اللي حصل في جزيرة رونوك مش بسبب تدخل بشري أصلاً. في حكايات قديمة من السكان الأصليين بتتكلم عن كائنات غريبة بتعيش في الغابات، كائنات بتخطف الناس وما حدش بيرجع منهم أبداً. بعض المستكشفين اللي زاروا الجزيرة بعدها قالوا إنهم كانوا حاسين إن في حد بيراقبهم على طول، وإن في أصوات غريبة بتتسمع بالليل. وفي قصة غريبة جدا عن بحار أمريكي سنة 1921 دخل الجزيرة في رحلة استكشافية واختفى هو وكل الطاقم بتاعه. السفينة بتاعته ظهرت بعد أسبوع، لكن ما كانش فيها ولا شخص واحد. لحد النهاردة جزيرة رونوك ما زالت مهجورة، ومحدش قدر يفسر اللي حصل فيها. مع مرور السنين
الغموض حوالين مستعمرة رونوك زاد أكتر وأكتر. كل محاولة لفهم اللي حصل كانت بتوصل لطريق مسدود، وكل ما حد يحاول يقرب من الحقيقة كان بيلاقي حاجة أغرب تخليه يرجع لنقطة الصفر تاني. لأن في سنة 1998 مجموعة من الباحثين قرروا إنهم يستخدموا تقنيات حديثة علشان يحاولوا يحلوا اللغز. باستخدام تحليل التربة والمسح السيولوجي بدأوا يدوروا على أي أثر للمستوطنين، هياكل عظمية، أدوات، بقايا البيوت، أي حاجة تدل على إن الناس دي كانت موجودة هنا في وقت من الأوقات. لكن النتيجة إنهم ملقوش ولا أي أثر لمستوطنين الإنجليز. لكن كان في حاجة غريبة، العلماء لقوا أدلة على وجود مستوطنة أكبر مما كانوا متخيلين. أعداد المباني اللي كانت موجودة قبل الاختفاء كانت أكتر من اللي اتسجل في الخرائط القديمة. يعني مش بس الناس اختفت، لكن كمان في مباني كاملة اختفت تماما. وده كان غريب جدا، لأن حتى لو المستوطنين هربوا المفروض إن المباني تفضل موجودة. إزاي مستوطنة كاملة تختفي وكأنها ما كانتش موجودة أصلا؟ وفي سنة 2007 فريق من العلماء قرروا يستخدموا تقنيات تحليل الحمض النووي علشان يشوفوا هل في صلة بين المستوطنين المفقودين والسكان الأصليين اللي في المنطقة. يعني لو كان المستوطنين انضموا لقبائل السكان الأصليين المفروض يبقى في آثار كينية بتدل على كده. لكن النتائج كانت غريبة، مفيش أي دليل على اختلاط وراثي واضح بين المستوطنين المفقودين وسكان المنطقة. يعني لو كانوا فعلا عاشوا مع القبائل المفروض كان يبقى في آثار واضحة، لكن ده محصلش. الاختفاء كان كامل بدون أي أثر. لكن في 2015 حصلت مفاجأة جديدة. فريق بحثي تابع لجامعة نورث كارولاينا كان بيستخدم أجهزة استشعار متطورة لمسح التربة حوالين جزيرة كرواتوان، والنتائج كانت صادمة. في أدلة على وجود مستوطنة صغيرة مدفونة تحت الأرض بعيدة عن الساحل الأصلي للمستعمرة. المستوطنة دي كانت مكونة من أكواخ خشبية وأدوات إنجليزية، لكن عمرها كان بيتراوح بين 400 أو 500 سنة، وده نفس الزمن اللي المستوطنين اختفوا فيه. فهل ده معناه إن بعض المستوطنين فعلا قدروا يهربوا ويبدأوا حياة جديدة بعيدة عن المكان ده؟ ده كان أول دليل مادي بيدعم نظرية إن بعض المستوطنين على الأقل مكملوش في جزيرة رونوك وانتقلوا لمكان تاني. لكن المشكلة إن عدد المستوطنين اللي كان متسجل في السجلات كان أكتر بكتير من اللي كانوا موجودين في المستوطنة اللي لقوها. يعني حتى لو بعضهم هرب الباقي راحوا فين؟ وفي سنة 2018 فريق من الباحثين قرروا يجمعوا كل الأدلة والوثائق القديمة عن اختفاء المستوطنة، وحاولوا يعملوا تحليل شامل لكل الفرضيات. النتيجة كانت صدمة. بعض الوثائق الإنجليزية القديمة كان فيها إشارات لحاجات ما تمش الإعلان عنها قبل كده. في وثيقة بترجع لسنة 1602، ساعتها كان في تقرير من بحار إنجليزي بيقول إنه شاف حاجة غريبة في جزيرة رونوك. التقرير بيقول: عندما اقتربنا من الجزيرة رأينا ضوءا غريبا في الغابة وكأن الأرض نفسها تضيء، وعندما نزلنا لم نجد أي أثر للبشر، فقط أصوات غريبة تأتي من بين الأشجار وكأنها تهمس لنا بلغات غير مفهومة. لم نلبث طويلا هناك فقد شعرنا جميعا بشيء أشبه بالاختناق وكأن المكان يرفض وجودنا. الوثيقة دي ما خدتش اهتمام في وقتها، وفي ناس اعتبرت إنه بيبالغ لأنه كان خايف مش أكتر. لكن دلوقتي بعد كل الأدلة اللي بتقول إن في حاجة مش طبيعية حصلت هناك، بدأت الناس تفكر هل فعلا اللي حصل في رونوك كان أكبر من مجرد هروب مستوطنين؟ في نظريات حديثة بتقول إن جزيرة رونوك ممكن تكون موقع لظاهرة غير مفهومة، لأن في أماكن حوالين العالم حصل فيها حالات اختفاء مشابهة زي مثلث برمودا وغابة أوكيجاهارا في اليابان وبعض المناطق في صحراء نيفادا. أماكن الناس بتختفي فيها بدون أي أثر وبدون أي تفسير واضح. هل ممكن تكون رونوك واحدة من الأماكن دي، ولا في حاجة تانية بتحصل هناك، حاجة محدش قادر إنه يفسرها لحد النهاردة؟ دلوقتي بعد أكتر من 400 سنة على الاختفاء، جزيرة رونوك ما زالت مكان مهجور وسرها لسه ما اتكشفش. العلماء، الباحثين والمؤرخين لسه بيحاولوا يفهموا حقيقة اللي حصل هناك، لكن لحد دلوقتي الإجابات الوحيدة اللي عندنا هي مجرد نظريات، والسر الحقيقي لسه مدفون في مكان ما على الجزيرة. وفي سنة 2020
فريق بحثي من جامعة فرجينيا قرر إنه يعمل أعمق دراسة على الجزيرة باستخدام تكنولوجيا متطورة. الفريق كان بيستخدم رادارات تخترق التربة وأجهزة مسح مغناطيسي وتقنيات تحليل كيميائي علشان يشوفوا إذا كان في أي آثار مدفونة تحت الأرض ممكن تكشف سر المستعمرة. في البداية النتائج كانت عادية جدا، مفيش أي دليل واضح على وجود مقابر جماعية أو هياكل عظمية مخفية أو حتى أدوات تدل على وجود معركة. لكن بعد أسابيع من البحث الفريق لقى حاجة غريبة. في جزء بعيد عن المنطقة المعروفة للمستعمرة كان في أرض بتصدر إشارات مغناطيسية غير طبيعية. لما بدأوا يحفروا اكتشفوا طبقة من التربة المحروقة مدفونة على عمق أكتر من 3 أمتار. طبقة التربة دي كانت غريبة جدا لأنها كانت مختلفة عن أي حريق معروف. لما حللوا للرماد اكتشفوا إن في مواد كيميائية نادرة جدا مش المفروض تكون موجودة في مكان زي ده. إيه اللي تسبب في الحريق ده؟ وليه؟ محدش لقى أي أثر للحريق ده في السجلات القديمة. لكن الأغرب من كده كان اللي حصل بعدها. لما الفريق بدأ يحفر أعمق اكتشفوا حجر منحوت عليه رموز غريبة. الحجر ده كان مدفون بعناية وكأن حد كان بيحاول يخفيه عن الأنظار. الرموز اللي عليه ما كانتش بلغة إنجليزية ولا حتى بلغة السكان الأصليين المعروفة، كانت أشكال غريبة مش شبه أي كتابة معروفة. وده خلى العلماء يحتاروا، هل الحجر ده دليل على إن المستوطنة كانت بتتعامل مع حضارة غير معروفة، ولا ده مجرد نقش قديم ملوش علاقة بالاختفاء؟ لما الفريق أخذ الحجر علشان يحللوه لقوا إن الحجر مش مصنوع من أي نوع صخر موجود في المنطقة. بمعنى تاني مش ممكن يكون جاي من الجزيرة أصلاً، يعني حد جابه من مكان تاني ودفنه هناك. وفي نفس السنة مجموعة من الباحثين في مجال الأنثروبولوجيا حاولوا يقارنوا الرموز دي مع أي كتابة قديمة معروفة، لكنهم فشلوا تماماً في تحديد أصلها. الموضوع كان صعباً، لكن بعض الباحثين بدأوا يتكلموا عن فرضيات غريبة جداً. النظرية الأولى، في بعض الباحثين بيعتقدوا إن الحكومة البريطانية كانت بتجرب تقنية جديدة أو حتى تجربة اجتماعية على المستوطنين والنتيجة كانت كارثية. لكن المشكلة إن النظرية دي ملهاش أي دليل مادي غير إن في وثائق إنجليزية قديمة بتلمح إن المستعمرة كان بيحصل فيها حاجات غير مفهومة قبل الاختفاء. القبائل اللي كانت عايشة في المنطقة عندها قصص عن أرواح الغابة وكيانات بتعيش في الظلام بتخطف الناس اللي بيتعدوا على أراضيها، وافترضوا إن ممكن يكون المستوطنين واجهوا حاجة من الحاجات دي. وفي النهاية وبعد أكتر من 400 سنة اختفاء مستوطني رونوك لسه لغز محدش قادر يحله. كل الأدلة بتقول إن في حاجة غريبة حصلت هناك، حاجة خارج نطاق الفهم البشري. هل كان صراع مع قبائل محلية؟ هل كان في تجربة سرية فاشلة؟ هل الجزيرة نفسها كانت مسرح لظاهرة غير طبيعية؟ محدش يعرف. ويمكن الحقيقة مدفونة في الجزيرة مستنية حد يلاقيها، أو يمكن مش المفروض تتكشف أبداً. وبكده للأسف نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. لو استمتعتوا بالقصة دي متنسوش تدعموا الفيديو بزر اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في قصة جديدة قريب. ولحد وقتها خليكم مستعدين لاكتشاف المزيد من الألغاز.